اسمي كريم، طالب في كلية طب في السنة الأخيرة. زي أي طالب كنت محتاج أشتغل جنب الدراسة عشان أحسن دخلي، لحد ما لقيت فرصة شغل في مشرحة في مكان قديم جنب الجامعة. مبنى كده من أيام الاحتلال الإنجليزي، مبنى قديم ومتهالك، وسمعته طبعا ما أقولكوش، معروفة إن هي سمعته مش نظيفة. كنت بسمع كلام كتير عن حاجات غريبة بتحصل جوه، يعني أصوات، جثث بتتحرك، بس بصراحة ما كنتش بصدق الكلام ده. بالنسبة ليا دي مجرد خرافات، طلبة عايزين يخوفوا بعض وبيتسلوا هما بيدرسوا وبيخوفوا بعض، وخصوصا ان دايما كنت شايف نفسي ان انا جريء ومش بخاف. كمان فرصة الشغل جنب الجامعة وكنت محتاج الشغل ده جدا، فقررت ان انا اروح اقدم في الشغل. واليوم الاول ده وصلت متأخر شوية، والمكان كان هادي جدا بطريقة تخوف. الصمت كان مخلي صوت صغير يبان مرعب، كان اي صوت يظهر جوه، لو قطة معدية من جنبك تحس ان في حاجة مرعبة بتحصل. قابلت هناك في الشغل الحارس، كان كبير في السن شوية، كان شغال في المكان ده من زمان، اسمه عم حسن. بس لقيت عم حسن بيقرب مني وبيقول لي: اسمع يا كريم، المشرحة دي ليها أسرار كتير، ما تحاولش تتدخل في اللي مالكش فيه. يعني يا ابن الحلال شوف شغلك وتروح، ومالكش دعوة بأي حاجة تانية تشوفها. ضحكت وسمعت كلامه كده ومعلقتش ومشيت. كنت فاكر ان هو بيحاول يخوفني زي الباقيين عشان يقعد بقى يضحك زمايلي عليا ويضحك الطلبة بقى بعد كده عليا، ان انا ما استحملتش الشغل في المكان ده. دخلت اوضتي وبدأت شغلي. كنت بكتب تقارير عن حالة واحدة من الجثث، والامور كانت ماشية عادي جدا. فاول يوم في الشغل وبتاعه، متعود انا بقى على شغل المستشفيات والكلام ده، فبالنسبة لي جو المشرحة مش غريب عليا. لحد ما فجأة وانا بكتب التقرير النور قطع. الموقف في الاول كان عادي، نور قطع عادي وشوية وهيجي. بدور على الكشاف عشان اولع النور، فسمعت صوت خطوات كده جاي في الممر. قلت لنفسي ده اكيد عم حسن، بس ايه اللي مخليه يمشي في نص الليل كده؟ ممكن يكون جاي بيخوفني. خرجت من الأوضة عشان اشوف مين اللي في الممر، وانا متأكد ان هو عم حسن، اكيد بيتمشى كده او كده وبيسلي نفسه. لما قربت لقيت الباب بتاع غرفة الجثث الرئيسية مفتوح، مع اني كنت متأكد ان انا قفلته. دخلت الغرفة بحذر. الأوضة كانت ضلمة جدا، لكن كان في نور بسيط جاي من كشاف متعلق كده في الأوضة. في وسط الضلمة لمحت حاجة غريبة، جثة قاعدة على الطاولة، ولقيت ان الجثة دي اتحركت. انا لمحت ان الجثة اتحركت، بس لحد دلوقتي انا بكدب عيني. قربت عشان اتأكد، لكن لما قربت اكتر حسيت كأن الجثة دي بتبص عليا. ساعتها قلبي بدأ يدق جامد بسرعة، بس كنت بحاول اتماسك وبحاول اصبر نفسي واقول ان انا ما بخافش، اكيد تهيؤات. رجعت بسرعة على المكتب بتاعي، لكن انا سامع صوت خطوات، والصوت ده موقفش. كل شوية اسمع صوت همسات، زي الناس بتتكلم بلغة مش مفهومة، بس الناس بتتكلم مع بعض. قررت ان انا اروح لعم حسن واسأله: عم حسن، في حاجة غريبة بتحصل هنا، في اصوات سمعتها والجثث اتحركت. يا ابني ما انا حذرتك، الارواح هنا مش مرتاحة، كل اللي اشتغل هنا شاف حاجات زي دي، وقلت لك خليك في شغلك وما تسألش عن حاجة انت ما تعرفش عنها حاجة. سألته عن السبب، وقتها بقى بدأ يحكي لي، وقال لي المشرحة دي مش زي اي مشرحة. من سنين كان في دكتور اسمه سعيد. الدكتور ده كان مجنون، كانت بتحس ان هو مختل عقليا، وكان بيعمل تجارب على الجثث، وكان معتقد ان هو يقدر يرجع الجثث دي للحياة تاني، لكنه كل مرة طبعا كان بيفشل، وطبيعي الموضوع معروف. وكل اللي عمله انه كان بيحبس ارواحهم هنا، والمكان ده يعتبر مكان ملعون. كلام كان غريب عليا جدا، واول مرة اسمع حاجة زي كده، ومعقول في دكتور هيفكر يعمل حاجة زي كده؟ لكن فجأة بدأت كل حاجة توضح، الاصوات، الجثث اللي بتتحرك، البرد الغريب اللي كنت بحس بيه وانا قاعد في المكتب. قررت ارجع تاني لغرفة الجثث عشان افهم اكتر. وانا هناك لقيت باب صغير في الارض، والباب ده كان محطوط عليه زي ترابيزة قديمة كده. اتخرت الترابيزة وفتحت الباب، اكتشفت سلم بينزل في مكان زي قبو مظلم، مكان زي ما يكون بدروم.
بدأت انزل واكتشفت بقى ان هو مليان ادوات طبية قديمة وطلاسم مكتوبة على الحيطة بالدم. واضح ان المكان ده ما كانش بيخشه اي حد غير شخص واحد. وانا بدور سمعت صوت بنت بتتكلم وبتهمس وعمالة تقول ساعدني ساعدني. انا جسمي اتلبش في مكانه ومش قادر ان انا ابص يمين ولا شمال ومش عارف الصوت ده جاي منين، لحد ما تملكت اعصابي وبدأت ان انا ابص ورايا عشان اشوف مصدر الصوت. لقيت زي شبح ابيض لبنت لابسه ابيض في ابيض وشكلها باين عليه الحزن، وبدأت تقول لي انا محبوسه هنا من زمان، ارجوك ساعدني. وانا بحاول افهم القصه ظهر قدامي ظل اسود كبير وصوت غليظ كده بدأ يتكلم: انت مش هتخرج من هنا حي، الارواح دي بتاعتي. كان واضح ان ده شبح الدكتور سعيد، كان بيحاول يمنعني ان انا اكتشف السر بتاعه. لكن انا معرفش هو حقيقة الدكتور سعيد ده ازاي شبحه ظهر في المكان، وخصوصا ان عم حسين ما قاليش ان سعيد ده بعد ما ساب الشغل حصل له ايه. بدأ الشبح ده يطاردني في المكان وبدأت ان انا احاول اهرب منه واخرج من الأوضة تاني عشان ارجع لعم حسن واستنجد بيه. وانا بحاول اخرج لقيت شبح بتاع البنت بدأ يظهر لي تاني وبدأ همس في ودني ويظهر ويقول لي ارجوك كسر الطلاسم وامسح الكلام اللي موجود على الحوائط. بدأت ان انا استجمع قوايا وشجاعتي وبدأت ان انا فعلا امسح الطلاسم والكلام اللي مكتوب على الحيطة اللي مش مفهوم. فجأة المكان كله بدأ يتهز وبدأ صوت صريخ بصوت عالي جدا يملى المكان، صرخات بتزيد من كل حتة وزي طيف ابيض بيخرج من كل مكان وعمال يخرج من الفتحة بتاعة القبو ومن الباب ومن الشبابيك الصغيرة اللي موجودة. وبدأ الهمس يرجع تاني، لكن بدأ ان هو يجي من بعيد وبيقول لي شكرا عشان ساعدتني. والهمس ده كان بصوت البنت اللي كانت بتقول لي ساعدني من شوية. واضح فعلا ان ارواحهم كانت محبوسة في المكان ده. انا مش مصدق لحد دلوقتي نفسي. انا عارف ان انا شجاع بس مش للدرجة دي، واول مرة اتعرض لحاجة زي كده، حاجة مش مفهومة. خرجت جري من الغرفة وطلعت من القبو ولقيت عم حسن قابلني وشافني وشاف العرق اللي على جسمي وشاف ان انا بترعش، جسمي بيتنفض كله. وعم حسن قال لي انا مش عارف اقول لك ايه، انت عملت اللي محدش قدر يعمله، انت كشفت سر محدش كان قادر يكشف السر ده غيرك. وهنا عم حسن قال لي الكريم انا مش عارف هتكمل معانا شغل في المشرحة ولا لا بعد اللي انت شفته، لكن العبرة اللي عايز اقولها لك ان مش كل حاجة تشوفها في الدنيا دي ممكن تفهمها. في حاجات اكبر مننا بكتير ولازم ان احنا نحترمها حتى لو ما كناش شايفينها. خرج كريم من المشرحة وقال في قرارة نفسه من يومها قررت ان انا بطل شغل في المشرحة، ولكن القصة دي فضلت محفورة في ذاكرتي وقررت ان انا احكيها للناس حتى لو مش هيصدقوني.